فاكرة الفيديو اللي عملتهولك من 3 سنين عن جهاز الاي بي ال من ضماده وقلب الدنيا؟ ارخص جهاز ليزر منزلي ممكن تشتروه وكمان من غير اي قلم. الجهاز ده فيه 600 الف ومضة. ودلوقتي بعد ما اطلقوا النسخة الثالثة من جهاز الليزر المنزلي، نصيحتي لكل عروسة عايزة تبان حلوة وتريح نفسها جوه البيت وبره البيت، عايزة توفر وقت ومجهود وفلوس وما تبقاش مستعجلة قبل اي مناسبة ما ان رمضان والعيد قربوا، انصحك تجربي الاصدار الثالث لجهاز الليزر من شركة ضمادو. كملي الفيديو ده للاخر عشان هقولك مراجعة تفصيلية عنه. وقبل ما نتكلم عن الجهاز والاستخدام، خليني اقولك انا ليه دايما بختار الليزر المنزلي عن اي وسيلة ازاله شعر الجسم تانية. ليه بفضله عن ليزر العيادات؟ ليه بفضله عن حتى الشيفنج، عن اي طرق تقليديه؟ لان انا بالنسبه لي هو اسهل واسرع واريح، وبالنسبه لي انا هي اكتر طريقه او وسيله مش مؤلمه مش مكلفه، وبتخليني انا مرتاحه مع نفسي ان انا اللي بعمل لنفسي مش حد تاني. فلو بتسالي عن رايي انا الشخصي، انا بالنسبه لي الليزر المنزلي او تقنيه الاي بي ال اللي هي الوميض الضوئي المكثف تفوز على كل وسائل ازاله الشعر من الجسم التاني. وعشان نتكلم عن النتائج، خليني اكلمك عن النتائج وانا بكلمك عن الجهاز. بس خليني دلوقتي اقولك ان اي جهاز ليزر منزلي انت هتستعمليه عشان تشوفي نتائج لازم تكوني منتظمه، لازم تكوني بتعملي الجلسه بطريقه صح وفي ميعاد محدد. وبما ان انا شرحت لك كتير الموضوع ده قبل كده، بس خليني برضو اعيدهولك تاني. بكل اختصار، هتنقي يوم في الاسبوع، كل اسبوع هتعملي الجلسه بتاعتك تقريبا اول 3 أو 4 شهور، يعني تقريبا 12 جلسه. هتكوني شايله الشعر قبلها بالشيفنج، بس بالشيفنج قبلها مثلا بيوم جسمك يكون نظيف، معلهوش اي كريمات، معلهوش مخدر، معلهوش اي حاجه. تجيبي الجهاز بتاعك وتوصليه بالكهرباء وتبداي تعملي كل الاجزاء اللي انت عايزه تشيلي منها الشعر ببطء مش بسرعه. زي ما شرحت لك قبل كده ان انت تمشي واحده واحده، ما تمشيش كده مش بسرعه، لا هتمشي جزء جزء، وهتعملي مساحه صغيره وتخلصيها وتنتقلي على المساحه اللي بعدها، وهكذا لحد ما تخلصي كل الجزء اللي انت عايزه تشيلي منه الشعر. بعد ما بتخلصي الجلسه ما بتجيبيش ميه على المكان اللي عملتي فيه الجلسه، وبكل بساطه كل اسبوع هتعملي نفس الشيء نفس الجلسه. وطبعا مع الوقت انت هتلاحظي ان الشعر بيقل، وهتبتدي تقللي عدد الجلسات. بدل ما بتعملي كل اسبوع، لا تقعدي 3 شهور كمان بتعملي مثلا مره كل اسبوعين، بعد كده هتبقى مره كل 3 اسابيع، مره كل شهر، وهكذا. عشان كده دايما انتوا بتشوفوني بغير الاجهزه وبشتري اجهزه جديده وببدل في الاجهزه وبجرب حاجات جديده. انت عارفاني احب اجرب واقول لك النتيجه والخلاصه. هل الليزر المنزلي صعب؟ لا، هو بس حاجه واحده فيه اللي صعبه، ان انت تكوني ملتزمه. فانت ممكن تعملي جدول مثلا عشان ما تنسيش، او تخلي يوم معين بساعه معينه. انت عارفه مثلا ان انت هتكوني لوحدك في البيت والدنيا تمام، فهتعملي براحتك الجلسه بتاعتك. فزي ما قلت لك، هي دي اهم نقطه، الالتزام والاستمرار. تعالي بقى اكلمك على جهازي المفضل الفتره الاخيره، واقول لك ليه من بين كل الاجهزه اللي انا استعملتها هو ده جهاز الليزر المفضل عندي حاليا اللي انا بستعمله لجسمي. انا قبل كده كلمتك عن اول اصدار من شركه ضمادو، هم نزلوا اصدار تاني انا ما جربتوش، وبعد كده نزلوا الاصدار الثالث اللي هو انا بستعمله دلوقتي. وزي ما حبيت الاصدار الاول، انا حبيت اكتر بكتير الاصدار الثالث. وتعالي اقول لك بقى ليه انا بحب الاصدار ده. اول حاجه، الجهاز ده سعره تحفة على عدد الومضات اللي فيه. ده من أكبر عدد الومضات اللي أنا اشتريتها في حياتي. الجهاز ده فيه 1,000,000 ومضة، يعني 1,000,000 مرة هتحطي وتضربي الليزر على جسمك، 1,000,000 واحدة. يعني لو شخص بيعمل ليزر في عيادة بيتحاسب بالومضة، لأن بعض العيادات بتعمل كده. لو الومضة بجنيه، اللي هو ساعات دي بيبقى عرض يعني ان الومضة بجنيه، فالجهاز ده فيه 1,000,000 جنيه. فهو موفر جدا جدا للفلوس، لان يعني انت محتاجه سنين السنين 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 تقعدي تعملي بالجهاز ده عشان فانا بالنسبه لي عدد الاستخدام في الجهاز مقابل سعره حاجه ممتازه. غير ان الجهاز اصلا فيه الشاشه الديجيتال دي اللي بتعرض عدد الومضات الموجوده، ودي ميزه انا كواحده استعملت بتاع 4 5 اجهزه ليزر قبل كده، انا ما لقيتهاش في ولا جهاز. مفيش ولا جهاز قال لي هو جواه كام ومضه، الا الجهاز ده بيقول لي هو باقي فيه قد ايه ومضات. تاني ميزه بقى اللي انا تقريبا هحتاج اشغل الجهاز عشان اوريها لك، ان هو صوته كجهاز ليزر مش عالي قوي، سامعه؟ ده بس صوت المروحه. كمان في الزرار ده اللي من الجنب اللي انا بشغله، ده فيه
خاصيه تبريد بتخليكي ما تتلسعيش وانت بتعملي الليزر. احب اقول لك ان انا مش حاسه باي لسعه، عشان بقى تمشي الجهاز من غير اصلا ما تدوسي، فانت هتدوسي دوسه مطوله وهتمشي الجهاز وهو هيضرب لوحده من غير ما انت تعملي اي حاجه في الحياه. انا هقفل الجهاز عشان تسمعيني كويس. الخاصيه بقى اللي انا شغلتها من الزرار اللي عليه شكل التلج دي اسمها خاصيه التبريد الثلجي، ودي اكتر حاجه انا حباها في الجهاز الصغير ده، عشان بيعمل الاماكن حساسه من غير ما احس باي حاجه خالص، مفيش اي حاجه، كاني ما بعملش حاجه اصلا. فانا دي بالنسبه لي معجزه، لان انا معظم الاجهزه اللي انا استعملتها في حياتي ان لم تكن كلها بتألم، بس ألم بسيط، ماشي في ألم بسيط بس برضو في ألم. طب انا ليه اصلا استعمل حاجه فيها ألم ما دام ممكن استعمل حاجه ما فيهاش ألم نهائي؟ لو انت عارفاني هتعرفي ان انا ما بحبش اتعب نفسي خالص، ما بحبش ألم نفسي خالص، ما بحبش اتعب نفسي. ده غير بقى ان اجهزه الليزر من ضماده عامه امنه جدا جدا جدا، فما تخافيش ان انت تتلسعي او تتحرقي. يعني انا حتى لما كنت بستعمل الاصدار الاول ولا مره ساب لي علامه في جسمي، ولا مره. ولما بقيت بستعمل الاصدار الثالث برضو ولا مره اتلسعت، ولا مره ساب لي علامه مثلا لونها اغمق ولا اي حاجه. هو امن جدا، فما تخافيش وانت يعني دوسي كده ما تخافيش، عشان انا اول ما اشتريت اجهزه الليزر كنت بخاف ادوس في الاول. فالجهاز امن جدا ومعتمد من الFDA، فما تخافيش ان انت تستعمليه، مش هيسبب لك حروق، مش هيسبب لك اي امراض في الجلد او اي حاجه. ما تخافيش تماما استعمليه وانت مغمضه. وخليني اقول لك الخاصيه برضو اللي انا حبيتها فيه جدا، وبعد كده تعالي اقول لك بقى على النتائج الشخصيه بتاعتي انا مع الجهاز. قبل بقى ما اقول لك تجربتي الشخصيه مع الجهاز ده، خليني اقول لك الزراير اللي فيه الاول اشرحه لك. زي ما قلت لك انت بتحتاجي توصليه بالكهرباء من هنا عشان يشتغل. هنا دي الشاشه اللي بيتعرض عليها عدد الومضات، ده الزرار اللي بتدوسي عليه مانوال عشان الومضه تضرب. وتاخدي بالك ان الجهاز يبقى في وضع عمودي عشان المستشعر بتاع الليزر يضرب اصلا الشعر. القصه بقى اللي هتحتاجي تفهميها هي في الجزء اللي في الجنب ده فيه 3 زراير. في زرار الباور، وده عشان تشغلي الجهاز بتدوسي بس دوسه مطوله والجهاز بيشتغل، هتلاقي صوت طلع والجهاز هيشتغل. عشان تعلي درجه الحراره بتدوسي على الزرار ده دوسه واحده عشان تعلي درجات الحراره بتاعه الجهاز. وهتلاقي من هنا في الزرار ده اللي هو فيه حاجه شبه الدايره او سهمين كده ورا بعض، ده معناه ان الجهاز هيشتغل على الوضع التلقائي، فانت مش هتدوسي على اي حاجه، هتحطيه بس كده وهتمشي وهو هيضرب الليزر لوحده. اخر زرار هو تقنيه التبريد الثلجي، ودي اللي انت بتدوسي عليها عشان ما تحسيش بحراره الليزر وهو طالع على جلدك. وانا انصحك لو هتستعملي في الاماكن الحساسه جهاز الليزر شغلي التقنيه دي، لان التقنيه دي في الجهاز انا ما شفت ازاي كده. انا قلت لك مميزات الجهاز، تعالي بقى انا اقول لك تجربتي الشخصيه معاه. اول حاجه حبيتها هي الكواليتي بتاعه الجهاز. انا سافرت لمسافه طويله بالجهاز ده، والجهاز اتخبط في الشنطه. طبعا لو حد بيسافر هيبقى عارف ازاي شنط السفر بتتخبط في المطارات. انا سافرت ورجعت والجهاز ده سليم، ما حصلش فيه اي خدش وشغال بنفس الكفاءه زي اول ما اخدت. بس انا طبعا كنت حطاه في شنطه جوه شنطه السفر، ما كنتش رامياه كده، فما فيش اي حاجه فيه اتهزت ولا اي حاجه فيه وقعت او مثلا بطأ او اي حاجه. فالكواليتي بتاعته بالنسبه لي ممتازه. تاني ميزه ان هو حجمه صغير، واللي بتتفرج عليا هتبقى عارفه ان انا بسافر كتير، فبكل سهوله باخده في شنطه السفر، ما بياخدش مساحه ابدا، فلو حد بيسافر هينفعه جدا جدا جدا. تالت حاجه مريحاني مع الجهاز ده ان انا بعمل الجلسات اسرع من باقي الاجهزه. هو راجع لخاصيتين فيه اللي انا قلت لك عليهم، هو التبريد والضرب التلقائي. الاثنين مع بعض بيخلوني ما اتألمش مثلا في النص واشيل الجهاز واستريح شويه، لا لا لا، بيخلوني امشي على طول وانتقل اللي بعدها على طول. فانا حاسه ان انا اسرع، انا كشخص بيستخدم الجهاز انا اسرع في جلسه الليزر مع الجهاز ده. رابع ميزه بالنسبه لي واللي تخليني افضل الجهاز ده عن اي جهاز عندي، وهي التبريد اللي فيه قوي جدا جدا جدا. فانت لو بنوته عايزه تعملي الاماكن الحساسه، انا بالنسبه لي ده الجهاز الوحيد اللي انا مستحملاه في الاماكن الحساسه. فلو انت زيي مالكيش في الالام وانت بتشيلي شعر الجسم، فالجهاز ده هيبقى المفضل بالنسبه لك.
خليني بقى اقول لك ازاي تطلبي الجهاز ده لو انت عايزه تشتريه. انا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. روحي لصندوق الوصف تحت الفيديو وافتحيه ودوسي على اللينك، هينقلك للموقع بتاع دومادو. ومفيش مشاكل ان انت تطلبي جوه مصر، ما تقلقيش، اطلبي وانت جوه مصر. هتلاقي دلوقتي كمان عليه خصم حلو قوي. فكل اللي هتعمليه هتروحي لللينك، هتختاري عدد الاجهزه اللي انت عايزاه وهتحطيها في السله، وبعد كده هتملي البيانات بتاعتك، تحطي بقى اسمك والايميل بتاعك ورقم تليفونك والعنوان اللي انت عايزه يوصلك عليه الجهاز، وهتختاري طريقه الدفع، وبعد كده هتطلبي الجهاز وهو هيوصلك على العنوان اللي كتبتيه. ولما تطلبي الجهاز ده وتستعمليه قولي لي رايك فيه في الكومنت، قولي لي انا بس اللي حاسه ان هو ما بيوجعش للدرجه دي ولا ممكن الناس برضو تحس نفس الشعور. وبكده اكون قلت لك الجهاز المفضل بتاعي حاليا للليزر المنزلي من دومادو. ده الاصدار الثالث زي ما قلت لك عشان ما تتلخبطيش. فعشان ما تتلخبطيش استعملي على طول اللينك اللي في الديسكريبشن بوكس. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. سلام.